الجواز ملوش كتالوج. يعني فكرة ان انا اسأل قبل ما اخش هو الجواز حلو ولا لأ، ولا هيبقى ناجح ولا لأ. عارفة ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا بنبقى عاملين بلان كده لحياتنا بعد الجواز هتبقى عاملة ازاي. فطول الوقت لو انا خرجت بره البلان دي بسنتي واحد انا بحس ان انا فشلت، لان الجواز ما ينفعش يتعمل له بلان. لان انا الشخص اللي انا بتجوزه ده هو عنده صفات مش شبهي، جاية من بيئة تانية غير اللي انا جاية منها، متربي تربية ممكن تكون مش زي اللي متربياها. فاحنا محتاجين اول 3 سنين جواز. هو ليه الجواز دايما بنحكم عليه بعد 3 سنين؟ او ليه دايما مقولة كده مشهورة يقولك بعد ما يعدي ال3 سنين احنا هنبقى كده تمام في السيف سايد؟ عشان ال3 سنين دول بيحصل فيهم احداث، كل واحد مننا بقى بيقلع الماسك بتاع الخطوبة اللي احنا قاعدين طول الوقت بنطبطب على بعض ونحب بعض، ونبتدي بقى نخش في الايه، في الغريق زي ما بيقولوا. اللي انا لاحظته الفترة دي على السوشيال ميديا ان فكرة الجواز انا واخداها من بره. عارفة انت لما تكوني واخدة حاجة بتطبقيها من بره، انت مش عايز تخشي في تفاصيل. انا ايه ده، هو احنا ممكن نتخانق؟ لا 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 يلا طلقني. ايه ده، هو انت هتروح عند مامتك كل يوم؟ لا لا احنا ما اتفقناش على كده. هو ايه اتفقنا؟ هو عقد فيه اتفاق بنتفق نعمل ايه ولا ما نعملش ايه، ولا دي حياة بنعيشها بكل اشكالها، بنقع ونقوم مع بعض ونطبطب على بعض وساعات بنزعق في بعض وساعات بنتخانق مع بعض. بس عارفة فكرة لما انت بتبقي وصلتي في مرحلة كده بتوصل لها ان احنا لا احنا مكملين، احنا واخدين عهد ان احنا مكملين. ما هو الجواز ده ايه؟ الجواز ده عهد.